السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة فراخ مشوية في الفرن بطريقة سهلة، طريقة مبسطة، مكوناتها موجودة في كل بيت، ما بتاخدش وقت والطعم ولا اروع من كده. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا هنا فرختين مغسولين في محلول نقع، في محلول النقع اللي انا كنت قلت لكم عليه في فيديو قبل كده. وقطعت الفراخ زي ما انتم شايفين شرحات بسيطة علشان التتبيلة تخش فيها زي ما انتم شايفين. تمام اهو، شايفين الشرحات الصغيرة دي؟ هي دي اللي انا بتكلم عليها. طيب دلوقتي هنقول بقى هنحط البهارات. ايه هي البهارات؟ معايا زي ما انتم شايفين، معايا معلقة كبيرة كزبرة جافة مفرومة، معلقة كبيرة فلفل اسود، عشان معايا هنا كركم، وطالما في الوصفة كركم يبقى لازم احط فلفل اسود عشان مادة الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص مادة الكركمين اللي في الكركم. والكركم فوائده لا تعد ولا تحصى. معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة قرفة، وما تكتريش عشان ريحتها ما تغنيش ما تغطيش على ريحة الفراخ. معايا معلقة صغيرة كبابة صيني، معايا معلقة صغيرة جنزبيل، وده فايدته ان هو فيه انزيم بيدخل جوه انسجة الفراخ بيطريها وبيخليها تستوي بسرعة. معلقة كبيرة شطة، ودي تبع الرد. واضح؟ هضيف البهارات. معايا معلقتين كبار كاتشب بيدي طعم ولون للفراخ. معايا معلقتين او 3 مستردة بتودي الطعم في حتة تانية يا جماعة. معايا 3 معالق باربيكيو صوص. معايا 4 معالق كبار زيت، والزيت فايدته هنا ان هو هيدخل لي التتبيلة داخل أنسجة الفراخ. هو الزيت اللي هيفتح مسام الفراخ عشان التتبيلة تدخل فيه. واضح كده؟ طيب هبدأ بقى ألبس جلافز أو أحط إيدي في كيسة عشان التتبيلة فيها شطة وإيدي ما يجيش عليها الشطة، وأبدأ أقلب التتبيلة الجميلة الروعة دي داخل الفراخ زي ما انتوا زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما انتوا شايفين قلبت الفراخ بالتتبيله ودخلتها جوه الفتحات وخليتها تنسجم مع التتبيله كويس. قدامك بقى حل من الاثنين، لا اما ترصيها في صاج وتدخليها الفرن، لا اما ترصيها على الشبكه بتاعه الفرن نفسه وتخليها قريبه من ارضيه الفرن. انا بصراحه هرصها على شبكه الفرن. نرصها على الشبكه، وما تستوي نرجع نشوفها نقدمها ازاي. والفراخ اتشوت يا حبايب قلبي وطالعه دايبه دوب. شايفين جوه مش فيه دم خالص اهي. عايزه اقربها للكاميرا. شايفين بيضه من جوه ودايبه دوب، والريحه مش قادره اقول لكم. امشوا على النصايح واتبعوا الخطوات، وما تنسوش بقى تدعموا لي القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.